الألباب. عندما تقول إن الله لم يذكر اليمن وأن هذه هي من خرافة التاريخ، أن أصل اليمن وأصل اليمن، كل هذه القصص ليس للمفاخرة أخي الكريم، وإنما هي ردا على كل السفهاء. الله جل وعلا قال: واقصص القصص لعلهم يتذكرون، ثم قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. وأنا أقول كما قال الإمام الشافعي رحمه الله لما دخل عليه رجل في مجلسه فسبه وشتمه وأقذع له بالقول، فقالوا: يا إمام ألا رديت عليه؟ قالوا: يا إمام ألا دافعت عن نفسك؟ ألا ترد عليه؟ فقال بثلاثة أبيات يكتب لها بصفائح من ذهب. قالوا: سكت وقد عوتبت. قلت لهم: إن الجواب لباب الشر مفتاح، والصمت عن جاهل أو أحمق شرف، وفيه أيضا لصون العرض إصلاح. أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة، والكلب يخزى لعمري وهو نباح. فأنا ما كنت أعرف لهذا مثال حتى قرأت في كتاب الحيوان الجاحظ أن كل الكائنات الحية تحب الأمطار إلا الكلب. لماذا؟ لأنه إذا نزل المطر تبلل جلد الكلب، وإذا تبلل انبعثت منه رائحة تؤذيه وتؤذي من حوله. لكن هل تأبه السحاب بنبح الكلاب؟ طبعا لا. ثم يقول آخر أحد الشعراء يقول: يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيب، يزداد قبحا فأزداد رفعة كعود زاده الإحراق طيب. سبحان الله، العود الأخضر عندما ينحرق يزداد طيب، كذلك الرجل الصالح عندما تزود بإزعاجه تنبعث منه رائحة طيبة. قال: لو آخر يقول: لو كل كلب عوى بمفهوم اللغة العربية يعني نبح. قال: لو كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بديناري، لأصبح الصخر مثقالا بديناري. ومعنى عوى يعني نبح. فسبحان الله، لو كل كلب ألقيت على حيد لغلقت الحيود. لذلك سبحان الله هؤلاء المعاصرون من المؤرخون للأسف الشديد الله جل وعلا قال الله سبحانه وتعالى قال: إنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. هذا المؤرخ إلى أين استند حتى يظهر أن سبأ ومن حولهم من السبئيون كانوا يعملون كخدام وسائقين وغيره؟ من أين أتيت بهذه المصطلحات أخي الكريم؟ والله جل وعلا قال: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من قبله. لماذا سميت الأحقاف في حضرموت عندما تقول أن اليمن لم تذكر في القرآن؟ لماذا سميت اليمن بجبال الأحقاف؟ لكثرة الرمل فيها، فلذلك سماها الله جل وعلا قال: واذكر أخا عاد. وأخا عاد من؟ عاد هو أخا لإرم وأخا لجديس وأخا لعملاق. وإرم قال الله جل وعلا عنهم: إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. يعني إرم ذات الخيام، ذات العواميد الشاهقة، ذات الخيام المصممة بالتصميم العجيب، أعطاها الله جل وعلا أهل اليمن وأعطاها إرم. وإرم بالمناسبة أيها الأحباب قد أعطاهم الله جل وعلا أعمار من 1000 إلى 1200 سنة، وهم قوم عاد. أعطاهم هذه البنية الجسمانية القوية. قال الله جل وعلا ويتحدث عن قوم عاد قال: وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. هنا يتدخل الله جل وعلا ويقول: أولم يعلموا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. وأما سبأ التي تتحدث عنه أن سبأ لم يذكر في القرآن وأن الله جل وعلا قال: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. وهذه الآية وسبأ تتحدث عن الجزيرة العربية. لقد كان في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. ثم أن سبأ لما جاء أبو أيوب الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، سبأ في اليمن هل هي أرض أم امرأة أم مملكة أم ماذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قال سبأ هو رجل وهو أب لعشرة: عدن وأبين وكندة وجذام ولخم والأوس والخزرج والغساسنة وأولاد جفنة ملك الشام. أين هؤلاء؟ أين أنت من هؤلاء الأقوام التي مر عليهم آلاف السنين؟ وهذا التاريخ العريق لا ينكره إلا جاحد. ثم أن سيف بن ذي يزن الحميري لما ذهب إلى النعمان بن المنذر هو طبعا أول من كان قد بشر بالنبي عليه الصلاة والسلام، كما أن أسعد الكامل تبان بن أسعد بن كرب بن اليمان الأول هو أول من كسى الكعبة وأمر قبيلة جرهم بكسائها كل عام. ولكن سيف لما جاءه وفد على أرض الحجاز يهنئونهم وعلى رأسهم عبد المطلب قال له: يا عبد المطلب، قد ولد غلام في تهامه بين كتفيه علامة وقيل شامة، فستكون لكم به الإمامة ولكم به الزعامة إلى يوم القيامة. هذا سيف
وأما أسعد فهو أول من كسى الكعبة ورأى في المنام أنه يكسي الكعبة، وبالفعل كساها وأمر قبيلة تجرهم كل عام. ويأتي هذا المتطفل الذي لا يفهم له إلا كلمتان عن التاريخ، ثم ينكر الأحاديث الصحيحة التي تدل على فضل أهل اليمن، وثم ينكر الأحاديث الصحيحة، ثم ينكر كلام الله جل وعلا، ويتحدث عن سبأ ويتحدث عن اليمن. يا أخي والله لا يغرنك كثرة الأتباع ولا يغرنك الطفرة النفطية، فوالله لا تعودن اليمن برجالها وبرجالها الأشاوس، ولا تجدن اليمن كما قال عليه الصلاة والسلام: المرأة تمشي من صنعاء إلى حضرموت لا تخشى إلا الذئب، ولا ترين إن شاء الله كما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام قصور بابل بأيدي المسلمين. ومن هم المسلمون ومن كان في ذاك الزمان أصحاب قصور بابل إلا اليمنيون؟ هاجروا إلى الصعيد مصر، وهاجروا إلى السند وإلى الهند. ومن الذي فتح هؤلاء؟ أعمارهم لا تتراوح من 17 إلى 18 عام، والله المستعان. وأنتم اليوم يبلغ هذا الشاب عمره 20 إلى 40 سنة يلعب بلاي ستيشن. ومحمد القاسم ومحمد الفاتح في هذه الأعمار فتحوا السند والهند وبلاد والقسطنطينية. من هم هؤلاء إلا طارق بن زياد من أهل عمران، والرجل الطواف الذي طاف مشارق الأرض ومغاربها هو ذو القرنين من أهل اليمن. ومن الذي ينكر فضائل أهل اليمن إلا جاحد ولا يعلم التاريخ ولا يعلم. لكن كما قال الله جل وعلا: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. بعض الناس قد حفظ له كلمتين عن التاريخ أو ما شابه ذلك، ثم يطلع ويتحدث عن كلام الله. كلام الله جل وعلا ليس ككلام البشر، وكلام الله جل وعلا محفوظ. قال الله: إنما هي آيات في صدور الذين آمنوا، وأنت والله لست من أهل الإيمان عندما تنكر